عايز اراجع مع حضراتكم اهم قرارات مجلس اداره الزمالك، اللي اكيد زي ما حضراتكم تابعتوا منها. طبعا ايقاف احمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الاول لكره القدم واحالتهم للتحقيق العاجل وعرض النتيجه على المجلس طبقا للوائح الفيفا. عرض احمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع. توجيه الشكر الى اخوان كارلوس اوزوريو ومساعده وكذلك الكابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام. تعيين الكابتن معتمد جمال مدربا عاما للفريق الاول وقائما باعمال المدير الفني لحين اعاده تشكيل الجهاز. دي قرارات مجلس اداره الزمالك النهارده. طبعا في ناس بتبقى شغاله في الاداره، بتبقى دايما ممكن في التوقيت ده بالذات، والناس لسه في بدايه عهدهم، والناس لسه اول اجتماع مجلس اداره يعتبر رسمي ليهم. الاجتماع الاول كان طبيعي، اللي هو توزيع المهام وتوزيع الملفات وكل الكلام ده كله. في ناس ممكن تخاف تاخد قرارات زي دي، ولكن انا كان عندي ثقه كبيره جدا في الكابتن حسين لبيب بتاريخه الكبير ومعرفته بالاداره الرياضيه ومعرفتي الجيده بمجلسه المحترم، ان مش هيخاف ان هو ياخد قرارات لمصلحه الفريق ولا مصلحه نادي الزمالك. وبوجه كل التحيه لمجلس اداره الزمالك على القرارات بتاعه النهارده، خاصه القرارات فيما يخص عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع. وانا ما بحبش ابدا ان انا اقسو على لعيبه في اي مكان وفي اي نادي، ولكن اللي عمله فتوح وصبحي والزناري جريمه كرويه. جريمه كرويه. وهحكي لكم كده ايه اللي حصل عشان تعرفوا اللعيبه دي وصلت لفين. اللعيبه دي وصلت بمخها لفين. نادي الزمالك عنده ماتش مع زد في الدوري العام. الفريق معسكر في احدى فنادق مصر الجديده اللي الفريق بيعسكر فيه معظم الوقت. عمر جابر وشيكابالا. عمر جابر الاول شاف الزناري وصبحي وفتوح لابسين لبس خروج الساعه 11:30 بالليل. كان عمر جابر وشيكابالا ودونجا في العياده، فشافوهم ان هم لابسين لبس خروج بالليل وايه ونازلين ماشيين في الريسبشن بيخرجوا بره الاوتيل. فعمر نادى شيكابالا، فشيكابالا بيقول لهم انتوا رايحين فين يا ابني؟ انت اهو. ففتوح مشي ما ردش، خرج. وصبحي والزناري رجعوا لشيكابالا، قال له احنا بس هنجيب حاجه من بره وراجعين. قال لهم ايوه انتوا لابسين لبس خروج ليه؟ فين لبس المعسكر؟ شيكابالا هيتجنن. قالوا له بس احنا بنجيب حاجه من هنا وراجعين. ففضل قاعد في الريسبشن. شيكابالا ككابتن فرقه الاول مش عايز يكبر الموضوع، عايز يلمه. يا ابني يا حبيبي ما تخرجوش من المعسكر، والله يا كابتن ده رايحين هنا بس في الباركينج وراجعين. الفات نص ساعه شيكابالا كلم صبحي والزناري. صبحي قال لشيكابالا احنا بنجيب اكل بس وراجعين. يا جماعه الكلام اللي بيحصل ده ما يصحش. ارجعوا. برضه شيكابالا عايز يلم الدنيا قبل ما يصعد، وده كلام 100 بتاع قائد بحقه حقيقي، وده دور الكابتن، بيلم الدنيا قبل ما توصل. بعد شويه طبعا بعد شويه كويسه يعني صبحي والزناري رجعوا. كان شيكابالا اوريدي خلاص
بلغ الكابتن عبد الواحد السيد، وبلغ كابتن مدحت، وبلغ عبد المنصف، وبلغ الجهاز يعني، والناس كلها قاعده في الريسبشن. تخيلوا الزمالك عنده ماتش تاني يوم، وشيكابالا وزيزو وعمر جابر واللعيبه اللي يعني واللعيبه اللي هتلعب واللي موجوده قاعدين لغايه 4 الصبح في الريسبشن بيحلوا مشكله زي دي. تكسب ماتش كوره ازاي؟ وموضوع عامل قلق كبير للفرقه كلها، اللعيبه كلها صاحيه عارفين ان فتوح وصبحي والزناري جم المعسكر بلبس خروج وخرجوا يسهروا. فشيكابالا، ودي الصدمه الكبيره يعني بالنسبه لي، كلم فتوح يعني بيقول له يا ابني ارجع عشان عندنا ماتش بكره. قال له هو انتوا عايزين مني ايه؟ انا مش هرجع الا بعد ما اخلص سهرتي. قال له ازاي يا ابني؟ ارجع. قال له انا بقول لك مش هرجع لما اخلص سهرتي، انا هرجع الفجر. هنا كابتن عبد الواحد السيد بلغ شيكابالا ان هو يبلغه ان ما يرجعش على المعسكر، وان هدومه هتبقى جاهزه في الريسبشن. والقصه يعني يعني ده الموقف بالظبط يعني، عشان تبقوا عارفين حضراتكم ايه اللي بيحصل. طبعا عبد الواحد السيد زي الكوره ما بتقول طلعهم على المسرح. انت النهارده اللعيب مش همه انت مين، ولا بيحترم حد، ولا بيحترم المجموعه، ولا بيحترم المدرب، ولا بيحترم الجهاز الفني، ولا بيحترم جماهير ناديه اللي عملت اسمه، ولا بيحترم نفسه. كل حاجه خلاص باع القضيه. باع القضيه بقى عشان هو متفق مع نادي تاني، باع القضيه عشان كان دي مش قصتنا، دي مش القصه بتاعتنا. لكن فتوح وصبحي والزناري باعوا القضيه خلاص. خاصه فتوح يعني بقول لكم كابتن الفريق بيكلمه اللي هو كابتنه، بيقول له ارجع عشان الم الدنيا. بيقول له هو انتوا عايزين مني ايه؟ انا مش راجع الا بعد ما اخلص سهرتي. انا القصه سمعتها وانا بصراحه كنت فاكر نفسي وانا بلعب ان انا كنت فاجر. يعني انا وانا بلعب عملت حاجات كنت فاكر يعني ايه، كنت قبل الماتش ممكن بثلاث 4 ايام كده ايه ممكن ازوغ من المعسكر، بس لابس لبس المعسكر ومتفق مع عيال بتوع امن يخرجوني من باب على جنب عشان واحد صاحبي مستنيني بعربيه في الشارع الناحيه الثانيه. بيني وبينكم عملت كل الكلام ده، بس مش ليله الماتش، ومش بلبس خروج، ومش بالبجاحه دي. انا عمري شفتها.